السلام عليكم واهلا وسهلا بيكم. معاكم اخوكم محمد من قناة مو فرنكي رياكشن. النهارده شباب معانا مقطع هيعجبكم بجد، هي ان شاء الله يعني مقطع هيعجبكم جدا. المقطع ده لسائح تونسي في المملكة المغربية، بالتحديد في مدينة جميلة جدا مغربية، مدينة عريقة، وبياخدنا كده في جولة كاملة ومتكاملة، رحلة كاملة في المغرب. فما تنساش تعمل لنا لايك وتشترك معانا في القناة لو انت جديد. دي القناة طبعا الصغيرة يا شباب، ان شاء الله برضو المقاطع كلها اللي هتنزل هتعجبكم، فاشترك معانا في القناة ويلا خلونا نبدأ. بونجور ليديز اند جنتلمان، مرحبا بكم في فلوق جديد اجين. نهار شباب مزيان، معاكم المهدان، اموركم في الاجبان. كما تشوفوا المهدان عطيها بالنشاط والحيويه، سبادري وجلابه مغربيه والامور طيبه مية مية. المهم احنا حاليا في المغرب وبالتحديد في مراكش، المكان المناسب لاحباء الدمق يحبق. دونك اليوم عندنا حلقه سبيسيال، حلقه الدمق ستريت فود، باش نمشيو نكتشفوا مراكش وناكلوا ونحوسوا ونشربوا وناكلوا ونزيدوا ناكلوا ونعاودوا ناكلوا. يا ولدي انا بطبيعتي جاي باش ناكل 3 شهور وانا نسافر في اندونيسيا، ناكل كان في الروس. دونك سبيسيال ديديكاس للعباد اللي تعمل لايك وكومنت وشير قبل ما يوفى الفيديو، على خاطر عندهم الثقه في المنتوج وعندهم الثقه في المهدان. كامين اب بعد الفيديو هذايا. بيس. شايفين يا جماعة الجمال بتاع مراكش؟ يا سلام، والتميز والجمال. دي المحطة طبعا، والأسواق الشعبية. جزء كبير من المغرب اللي هي الأسواق الشعبية طبعا، والأكلات والفواكه، أكلات شعبية برضه. مراكش هي كلمة أمازيغية اللي هي أمور راكش، معناها أرض الله. فما زاد اللي يسميوها المدينة الحمراء وإلا مملكة النخيل، ثالث أكبر مدينة في المغرب من ناحية عدد السكان. نحن توا بالتحديد في ساحة الفناء. ساحة الفناء حرفيا عبارة فما فيستيفال كل يوم، الماكلة خويا، والعباد تشتح، واللي لعب في الحنوشة، واللي شطح في القرودة، واللي تحني، واللي بيع في البخور، يعني كل شيء موجود. حتى ساعات تبدأ تمشي وتلقى ناس عاملين حلقة اللي قاعد يحكي في حكاية والعباد تسمع وتدفع الفلوس، حتى من الدونتيست حاط طاولة قاعد يقلع في السنين. يعني الفيرست امبريشن وقت اللي تجي انت لهنا لساحه الفناء تحس روحك القلب النابض نتاع مراكش. التصوير هذيك نتاع المغرب القديمه تلقاها موجوده لهنا. دونك بالنسبه لي انا ما فماش ما احسن اللي نعملوا جوله اكل الشوارع والستريت فود تكون في البلاصه هذيا. خلينا نمشيو ونبداو النهار نتاعنا. دونك هذا خويا ريستورون زيتونه باش نجيو نجربوا الكسكسو المغربي. شنو هو الاختلاف نتاعو على الكسكسي التونسي ونشوفوه بنين ولا مش بنين؟ اكيد هو بنين. الحاجه المزيانه كون الريستورون ذا عندك فيو شباب على الاخر، تشوف كل شيء، معناها دنيا حمراء الكل هنا، وتشوف نصب كي باش يبداو، خاطر توا باش تتبدل، باش تولي الكل ستريت فود، والعباد تشطح وناس تغني والعباد تحكي والاجواء هذيك الكل. دونك خلينا خويا ناكلوا. هذه الوجبه الاولى نتاع الغداء كما يقولوا، ناكلوها نعبيو الكريشه ونكملوا النهار نتاعنا. هي طبعا اكلات الطاجين داخل على طول يا شباب، زي ما انتم شايفين كده. المنظر لا يرحم، منظر لا يرحم. هذا الصوص تاع الكسكس. اخويا ما نجمش معناها ما نعبرش على الفرحه نتاعي، فرحان على الاخر ومتحمس على الاخر. واحنا تعرفونا بصفه عامه المغرب العربي خويا نحبوا نغمسوا، نحبوا الصوص، نحبوا ناكلوا، نحبوا الخبز. واندونيسيا كلها معناها روز وكل الماكله هذيك، اكيد ماكله صحيه. مي خويا كل حاجه في بلاصتها، زاد يحب ياكل، يحب يشيخ، يحب يستمتع بالماكله. دونك بالنسبه للفطور نتاعنا لهنا عندنا وحيد كسكسو باللحم، بطاطا والقراع والسفناريا، وكما تشوفوا فيه اللحم هذايا كما يقولوا له هنا بالمغربي التفايه اللي هو معسل كما يقولوا هما، معناها فما الزبيب والبصله مع بعضهم. والكل المغربي باش نقولهم لكم بالمغربي. يا سيدي عندك السفناريا اسمها خزو، البطاطا اسمها بطاطا، القرعه اسمها القرعه، واللحم اسمه اللحم العلوش بالمغرب يقولوا له اللحم الغنمي. الخبز ما نحكيوش فيه، موضوع الخبز حكينا فيه معناها في فيديو الرباط، فغير ما نحكيو عليه ياسر. كونه الكسكسي في المغرب يكون تقريبا ابيض ويعطيك الصوص وحده، وانت تهز الصوص وتخلط، اللي هما يقولوا له الزعلوك، اللي هو هذايا بارت من السلطه، معناها يجي مع السلطه اللي هو الزعلوك، اللي هو البيتنجال نقولوا له احنا. فما السلطه هذايا كل واحد شعب يعطلها، نحن نعيطوا لها سلطه تونسيه وهم يعيطوا لها سلطه مغربيه. يا خويا اقسموها. وهذايا زاد يقولوا لها قرعه المعسله. وخذينا صحن بريوات اللي هما هذوما، فما مناطق في تونس الجواب يعيطوا له بريه، كانت لاحظوا هي منظرها كما الجواب بريه، بريوات يقولوا لهم هما. فما اللي بالكفته فما اللي بالفرماج، باش نبدا نوحل في توحيل صحيح. وهذا بالنسبه لي انا معناها من احلى لحظات الحياه. الماكله راهي حاجه باهيه تحلي الحياه، كل حاجه ببلاصتها خويا. نحن نعملوا ديما اللايف بالانس، فما عباد تحب تاكل الهيلثي برشا وعباد تحب تعمل ريجيم، مره ناكل بالكدا مره نطيح شويه. مي تو مادامني في مراكش في المغرب لازمني ناكل وما على باليش ومانيش في نحسب. بالصحة والراحة من عبد الله خليل. عايش صاحبي الغالي. طبعا الاكلات بتاعت
المغرب متنوعة، أكلات متنوعة بس دايما بيحط فيها الخضروات، ده شيء مشترك. نشوفوا الحساب. امل كوتشي يجمع كل شيء بضدي، ومفيش أجمل من الخضروات طبعا، حاجة صحية. انت يمينتي تجاكن عسنة مجاني. لا سلام. غاوجة يعطيك الصح، عايشك يا اخوي. صدمة كبيرة، توتال طلع 320 درهم. هل يستحق؟ كسكسي وخذينا البريوات وخذينا السلطه انواع واشكال وخبز وخذينا جازوز، الحاجات اللي ما شفتوهمش معناها ما وريتهم لكمش. معناها بالتونسي البيعه الكل طلعت 100 دينار. ما نعرفش نخليو المغاربه هما يقولون يعتبر غالي والا لا، ميكا بلاصه توريستيك وريستورون مزيان كيما هكا، وديجا ممكن انا العربي الوحيد اللي قاعد هنا كيما تشوفوا فيهم كلهم توريست. دونك هذا هو السوم تاع بلاصه توريستيك، يستحق وبلاصه مزيانه على الاخر وشباب على الاخر. يعطيك الصحه. صح عبيناها، قد قدم المهدين مازال عنده الشارج. دونك نمشيو للي بعدها. نيكست قراب. يا خويا شوف هناك كي تبدا في ساحه الفناء باش تلقى الصديق للمزيان هذايا، ولازمك تجرب. شوف الماء تشرب ما عند القراب، هذه تكون شربه بنينه على الاخر، شربه ماء من كاس النحاس مع عند صاحبنا القراب. شنو فيها هذه؟ فيها القطران كيما عندنا نحن. معناها من الحاجات اللي لازمك تعملهم كي تجي لمراكش بالتحديد لهنا في ساحه الفناء اللي هو العصير. اول ما تجي تلقى برشا عباد يبيعوا في العصير. ينجح صاحبي تال والله ميزان على الاخر. ناخذوا حيد ونمشيو. عايشك خويا، مرحبا بكم توانسه والمغرب خاوه. ما سألتش نفسك في يوم من الأيام ليه المغرب بالذات؟ ليه الناس بتحب المغرب وتحب زيارة المغرب؟ بكل بساطة لأنك بتحس بتجربة فريدة من نوعها. هات لي مدينة زرقاء بالكامل في الوطن العربي كله زي مدينة شفشاون، أو حمراء زي مراكش، أو بيضاء زي كازابلانكا، أو مثلا مدينة زي إفران. أكيد مش هتلاقي يعني زي المدن دي. كل مدينة مميزة بلونها، ومش بس كده، كل مدينة منهم ليها تراث وليها أكلات معروفة مشهورة بيها وأكلات منتشرة باسم المدينة. فطبعا مش هتلاقي زي الرباط. كما تشوفوا صاحبتي المزيانة عزيزة، شوف محلاها، شوفك الزين وشوفك العين ما تعضش. وكما تشوفوا فيها معناها عزيزة ولات مراكشية، اللبسة المراكشية عاقلة محلاها ذكية ومزيانة. اوه محلاها. سلم. بوسة عزيزة بوسة. أنا نبوسها. تعمل شاي. هاي بوسة يا ماما بوسة. أعطيني بوسة. وتبوس ملا حب يا أخويا مع القريدة المزيانة. اجي انت لا بس اضافه جميله يا شباب. مرحبا بكم وعندها 8 سنين. خير. اجي ولات بنت جامع الفنان. اجي راه مولفه تعرف كل شيء. اجي هذا الجبادور ديالها. هذا عرفتي المراكشيين حنا تيلبسوا الجبادور عادي. يعني هي مراكشية. اجي مراكشيه بنت عزيزة. هاي تسلم هاي. سلام كل شيء. طبعا دي شباب حاجة رفاهية يعني شايفينها ترضى. زي ما انتم شايفين كده يا شباب، هنا طبعا ده المعروف فن الكناوة، وهنا بيظهر لنا برضو بعض الحاجات التراثية في مراكش، حاجات تراثية كده بيظهر لنا ورا بعض. وهنا الأكل طبعا دي الطنجية. ومع العشية خويا في ساحة الفناء تتقلب الأمور هنا، وفجأة تولي فما نصب وعباد تبيع في المشوي والماكلة والدمق يحبق والمهدان خويا يموت على الشعبي. دونك ندخلوا ناكلوا الطنجية اللي هي معروفة بها مراكش. مستحيل تجي لمراكش وما تاكلش الطنجية. ونشوفوا شنو الحاجات اللي عندهم ونمشيو على رواحنا. ليتس جو. عايش خويا الغالي ويعجبك فيهم خويا، ديما عاملين جو، ديما في المود. كل واحد لهنا يخدم عباره الحانوت نتاعو. يعني اول حاجه جات لبالي كانوا الناس الكل اكسايتد ومتحمسه وتخدم، والناس الكل قاعده تعطي للمحل. الكلهم قالوا لي عندك التعليق خطير. الشوالي الكلهم قالوا لي الشوالي. شو يا شباب، دي الطنجية المراكشية. دي أكلة معروفة بمدينة مراكش في المغرب، صنعت في مراكش. زي ما انتم شايفين كده شكلها من داخل ما شاء الله. دايما السلطات. دونك هذه الماكله اللي خديناها، الماكله الثانيه من هنا. هذه هي الطنجيه.
الطيبه هنا في القله، والمكونات الاساسيه باش تستطعم اللحم اللي يكون طري، وبرشا كمون وبرشا قارب. جات الفرصه باش نجربوا الطنجيه في مسقط راسها مراكش، حاجه باهيه برشا، ويجيبوا لك الحاجات هذوما معاهم على خاطر مكثريتهم لهنا يبيعوا المشوى، فما زاد المرقاز، ويجيب لك السلايط ولا الخضره والحاجات هذوكم والزيتون والبطاطا، امورك طيبه على الاخر. ما شاء الله شباب. هو شكل الأكل بس يفتح النفس. في المغرب ثم خوتنا احبابنا، نحن اخوه، واهلا بالتوانسه كاملين في المغرب ان شاء الله. برشا يا مدلل. 18 19 20 صافي 21 27 29 30 هادو 30 50 كاينه برومي. هكا خلي عندك 50 سبسكرايبر من عندي انا. هكا خويا على راس العروس. من المغرب مراكش لتونس. عايش تونس صح. العاصمه ولا تونس العاصمه. برشا ترجي ولا عايش خويا. ترجي صاحبي ترجي. يا صاحبي ربي يفضل. بون كوراج بون فاكونس. عايش خويا الغالي، ومرحبا بكم انتم في تونس خويا في كل وقت. عايشك يا غالي ربي يخليك. سلامة. دونك كما شفتوا اجواء كانت مزيانه على الاخر، العباد محليهم. كملنا كلينا، البيعه طلعت 105، عطاوها لي في القله سوفونير كليت وزيت ماكله امبورتي، وعندي سوفونير من جامع الفناء. امورنا طيبه امورنا واضحه، نمشيو على رواحنا. واليوم النهار الثاني جينا لستي فاطمه، مش فاطمه سيتي، ستي فاطمه البلاصه اسمها الريف نتاع مراكش. البلاصه هذه معروفه بالطاجين ومعروفه زاده بالشلال، كما تشوفوا فما شلال مونغاديكا، والشلال هذا يقطع بلاصه طويله برشا، وعلى الحافه نتاع الشلال باش تلقاو برشا ريستورانات. تفضل خويا. عايشك. ملي تبدا الطريق العباد الكل تبدا تعيط لك وتنفيتي فيك، يجي عنا وهما بريسك الكل يشبهوا لبعضهم، والكل بنان، والكلهم لهنا معروفين بالطواج. وحاجه اخرى لاحظتها، لهنا ما يحكوش بالمغربي، لهنا يحكيوا بالامازيغي، كما يقولوا لهنا يحكيوا بالشلحه، هما يعطيوا لهم الامازيغ، نحن في تونس نقولوا لهم امازيغ، هما هنا يقولوا لهم شلوح. كل شيء يحكي بالشلحه، لانه اصلا هذه المنطقه او القريه امازيغيه 100%. ومرحبا بكم، واني رديشك التعاونيه لنا وعيون اوريكا، اي الشاملون زيت الورقان، تممت. مرحبا والف مرحبا، وتحيه للتوانسه كاملين. مرحبا بكم دارنا اوريكا اتش من الطواج الغراتي. دونك خليونا نستمتعوا بالمكان الجميل هذا على الاخر، ونعملوا حي الطاجين ومن بعد نروحوا على رواح. شفتوا هنا بقى، يعني هنا الطبيعة، هنا جمال الطبيعة، انت بتاكل وانت حواليك يعني شلالات، فقمة المتعة. دونك كما شفتوا وقت اللي فطرنا الصباح حكينا على الاملو، اليوم جات الفرصه معناها هذه هو الاملو، هذه هي الماكينه، ولهنا والبلاصه معروفه برشا معناها بالاملو، يعني برشا ناس يجيو يشيروا من هنا، يحط اللوز ومخلط هذا زيت الارجان، واي ما شاء الله، ومع زيت الارجان ويطلع جو باهي، وديجا كي جربناه طلع بنين معناها. دونك ديجا طلبنا خويا، خدينا وحيد طاجين خضره باللحم، وخدينا الاتاي، وخدينا خبز اللي هو من المفروض موجود كان لهنا، الخبز هذا اسمه التنورت يعملوها هنا. دونك زاد خلينا نجربوه مع السلطه والفريت وكل شيء. دونك تحسوا منيو شباب ومزيان، والبلاصه تحل الشاهيه، نعطيوها خويا بالدمق، والدمق ينحي القلق. ما شاء الله. كانوا نهارين مزيانين على الاخر، معبين بالماكله والدمق. شيخنا عملنا جو سورتو كما في بالكم. جيت من اندونيسيا وجيت هنا للمغرب، كليت بالكدا وحوست وشخت من مراكش لستي فاطمه. دونك هنا وفي الفيديو من اوريكا ستي فاطمه، نقول لكم الى اللقاء اصدقائي. ما تنساوش تعملوا لايك وكومنت وشير. نشوفوكم الفيديو الجاي، بيس. زي ما انتم شفتوا يا جماعة، بصراحة يعني الراجل خدنا في جولة، يعني كأنك زرت مراكش وانت قاعد في مكانك، حرفيا جولة جميلة جدا. عرفنا على الأكلات المشهورة في المدينة، خلينا نشوف أكتر من حاجة مشهورة جوه مدينة مراكش، ورانا ساحة جامع الفنا، ورانا كمان حاجات كتير في مدينة مراكش. اللي يعني بيشوف المدينة لأول مرة أكيد هتعجبه جدا. تحية لأشقائنا في المغرب وتونس، ودي كانت نهاية المقطع. ودي هتلاقوا طبعا، وهتلاقوا القناة طبعا الرسمية أو الأساسية بتاعت أخونا اللي من تونس صاحب المقطع، هتلاقوها في الوصف. وبس كده، متنساش تعملوا لايك وتشترك معانا في القناة وانت جديد، ويلا في امان الله وحفظه.